صلاة معنا سارة من الرياض، تفضلي. مرحبا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال يا شيخ. طيب. الآن أنا لما أتوضأ على الجوارب أمسح على الجزمة تكرم، وساعات أحس بالموية تدخل الجورب، لكن هل فعلي صحيح إني أمسح على الجزمة وهي غير مغطية للكعب؟ طيب. وأنا لازم أستغفر الجزمة تكرم وأمسح دايركت على الشراب؟ وإن كانت ما تمسحين الجزمة أبدا يجوز تمسحين عليها مع الشراب، أما إن كنت تخلعينها دائما ما يجوز المسح عليها، لازم تمسحين على الجوارب. وأما أنت تقولين إن الماء يتخلل الجوارب إلى الجلد، معناها أنك تزيدين تلطخين الماء تلطيخ. لا يا بنتي، المسح بس خفيف. نعم. طيب يا شيخ، إذا مسحنا على الجوارب ولبسنا الكنادر وصلينا عادي؟ عادي، لأنها فسحت على الجوارب. ما في. نعم. شاركت في جمعية الرواتب عن طريق تطبيق إلكتروني بمبلغ معين، على أن أستلم المبلغ بعد 12 شهرا، هل تلزمني الزكاة عند الاستلام؟ هو ما تلزمك، لكن الأفضل أنك تزكي، ولا أنت الشهر الأول تزكيه إذا دار الشهر الأول، والثاني تزكي، والثالث تجلس تنشب عمرك. فلو زكيتها في نهاية السنة عن جميع ما ادخرته كان هذا أريح لك، ويعني يهدأ بالك، والحمد لله أنت قدمت. يا أخي ترى أنت تأخذ الآن من المال من بنك الدنيا وتحطه في بنك الآخرة. نعم. تأخذ من حسابك مثلا اللي في الراجحي وتحطه في حسابك اللي في بنك الله. الله يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. هو خيرا وأعظم أجرا. صحيح. نعم.